الكل بيتكلم عن الشبكات والمعارف، لكن الحقيقة إن العلاقات الحقيقية مش مجرد أرقام في تليفونك أو فولورز عندك على السوشيال ميديا. إدارة العلاقات هي فن الاستثمار في البشر، لأن نجاحك كله مبني على جودة علاقاتك دي. المشكلة في العلاقات النفعية إننا بنركز على إيه اللي ممكن أخده من العلاقة دي، وبنهمل إيه اللي ممكن نقدمه في العلاقة دي. بنبني علاقات سطحية وبنفتكر الناس بس لما بنكون محتاجين حاجة منهم. ده بيوصلنا لشبكة علاقات هشة بتنهار وقت الأزمة، وبنحس بالوحدة حتى لو كان حوالينا ناس كتير. إدارة العلاقات هي مهارة بناء الثقة العميقة، هي إنك تحول المعارف لشركاء حقيقيين في رحلة الحياة والعمل. المهارة دي بتعتمد على قاعدة ال5 دقايق، إنك تخصص 5 دقايق كل يوم علشان تتواصل مع شخص واحد مهم في حياتك، سواء الحياة الشخصية أو الحياة المهنية. مش علشان تطلب منه حاجة، لكن علشان تسأل عنه بصدق، أو تساعده في حاجة، أو تضيف قيمة محددة. العلاقات مش رصيد بتسحبه وقت الحاجة، لكن هي استثمار مستمر بيضاعف قيمتك وقيمة الآخرين. جرب تمرين ال3 دوائر. ارسم 3 دوائر. أول دايرة دايرة الثقة، حط فيها 5 أشخاص بتثق فيهم ثقة عمياء. تاني دايرة دايرة التأثير، حط فيها 10 أشخاص ممكن تأثر فيهم أو يأثروا فيك. تالت دايرة دايرة المعرفة، حط باقي الناس اللي تعرفها أيا كان العدد، لكن ركز إن 80% من مجهودك يكون على الدايرتين اللي قلنا عليهم في الأول، اللي هما دايرة الثقة ودايرة التأثير. لو عايز تعرف ازاي تبني شبكة علاقات قوية بقيمة حقيقية، دبلومة مهارات الأعمال اللي بنقدمها من الألف للياء تعلمك فنون بناء وإدارة العلاقات الاستراتيجية والحفاظ على شبكة علاقاتك بأفضل شكل ممكن لأطول فترة. ابعت لنا دلوقتي واحجز مكانك في الدبلومة وابدأ معانا. ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وهنرد عليك.